حضورنا الكريم، هناك شخص عزيز وبذل الكثير من الجهد. اسمحوا لي الأخوان المشاركين في المسابقة أن أقدمه قبلهم. شخص كان له الدور الكبير في تقديم وإظهار المسابقة بالشكل الكبير، واجه كثير من الصعوبات والتعب، ولكن في الأخير ظهرت هذه المسابقة بلمساته الفنية في أبهى وأجمل حلة. درع تكريمي للمخرج المتميز والزميل مشعل الشمري. حضورنا الكريم أيضا كعادة نجمنا في التميز وعلو همته وسعة أفقه ونفسه الطيبة، أبى إلا أن يكرم زملائه في المسابقة الذين حضروا هذه الليلة لمشاركته هذه الفرحة الكبيرة. درع للحاصل على المركز الثاني في مسابقة أعذب الأصوات، صنهات بن مسفر العتيبي. درع للحاصل على المركز الثالث في مسابقة أعذب الأصوات، علي بن محمد آل شقير. درع للحاصل على المركز الرابع في مسابقة أعذب الأصوات، علي بن سالم المري. حضورنا الكريم، مشاهدينا الأعزاء، وكما يقال لو كان يهدى للمرء على قدر قيمته لأهديناه الدنيا وما فيها. ولأن فهد كما ذكرنا استطاع أن يحصد إعجاب ومحبة الناس من خلال مشاركته في هذه المسابقة، ولأنه استطاع أن يحقق آمالهم وتطلعاتهم بأن يحصل على هذا اللقب، كانت هذه الليلة وكان هذا التكريم الذي يستحقه بالفعل. الآن مع تكريم نجمنا وفارسنا لهذه الليلة فهد بن ناصر العتيبي. تكريم من قبيلة الدلوح من انفعى إلى ابنهم الشاعر فهد بن ناصر العتيبي. هدية مقدمة من أبناء مشبب بن عبد الله بن نجيم يرحمه الله، يقدمها ابنه عبد الله. هدية مقدمة من المنشد بدر بن فهد الشيباني. هدية مقدمة من الشاعر عبيد بن سلطان بن كليب المحياني. هدية مقدمة من عبد العزيز بن ماطر والشاعر عويض بن سفر وتركي بن سفر. هدية مقدمة من الشيخ فهد بن علي بن ردة. هدية مقدمة من الشيخ خالد بن عمر برقبة، يسلمها ابنه الشيخ أحمد بن خالد. هدية مقدمة من أبناء عبد العزيز بن معيض، يقدمها محمد بن عبد العزيز. هدية مقدمة من صحيفة ومنتديات البجادية، يقدمها محمد الصفياني. درع من موقع الحمادات من قبيلة العصمة، يسلمها مقبل بن عواض العصيمي.
ومجيكم شرف. هدية مقدمة من أبناء عايض بن بنيان الغاضبي. هدية مقدمة من قبيلة القوازين يقدمها بدر بن نايف بن عويض. هدية مقدمة من بنيف بن عويض بن قويزان. هدية مقدمة من صالح بن سلمان الحبابي. هدية مقدمة من سالم بن عايض القويزان، يسلمها عنه سفر بن عايض. قبل الختام تكريم أيضا من عادي بن فالح البقمي. هدية مقدمة من صقر بن فالح البقمي. ختاما حضورنا الكريم ومشاهدينا الأعزاء، وصلنا إلى الختام. نشكر لكم حضوركم، كما نشكر للشيخ محمد بن نايف بن حميد حضوره ورعايته لهذه الليلة. نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حكومة خادم الحرمين وسمو ولي عهد الأمين وسمو النائب الثاني. استقبلناكم بالحب والسلام ونودعكم بما استقبلناكم به، فدمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.